حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني متنسوش الشير واللايك والكومنت، واللي محتاج قراءه خاصه بيتواصل معايا على رقم الواتساب الموجود قدامكم على الفيديو. النهارده معانا رسائل مهمه جدا من قلب او عقل شريكك، حبيبك، خطيبك، زوجك، ايا كان whatever. فعندنا رسائل من عقله الباطن او قلبه، ان شاء الله باذن الله تبقى فيها مفاجآت بالنسبه لك، لان الحاجات دي اكيد انت حاجات ما تعرفهاش، هو مخبيها مداريها، مش بيقولها، مش بيخرجها. فاحنا هنبتدي ان احنا نقتحم يعني قلبه وعقله، ونحاول نشوف ايه الرسائل اللي هو عايز يقولها لك وعايز يوصلها لك من خلال عقله الباطن. طيب طيب اوكي. مبدئيا الشخص ده الفترة دي مركز قوي على شغله او على الماديات شوية، يعني بيجتهد في شغله، بيركز في شغله، مهتم بشغله. لان هو في حاجة نفسه فيها، او في حاجة نفسه، يعني حاجة بيحلم بيها، نفسه ان هو يحققها، او نفسه ان هو تكون معاه او بين ايديه الفترة دي. طيب شايفة ان الشخص ده في موقف ما بينك وما بينه حصل، مش عارف يعمل ايه فيه، ولا عارف يتصرف فيه ازاي، ولا عارف يحله ازاي. ممكن يكون موقف قوي، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي هو عايز يوصلها لك، ان الموقف او الخلاف اللي انتوا فيه دلوقتي هو عايز يحله، لكن مش عارف يحله ازاي، او مش عارف يتصرف فيه ازاي. طيب الشخص ده عنده ضغوط قوية جدا الفترة دي، بيحاول ان هو يعني ياخد بريك كده مع نفسه، يبعد، يختلي بنفسه، يبعد علشان كمان يفكر في علاقتكم من اول وجديد، ويبتدي ان هو ياخد قرار صح يخصه ويخص علاقتك بيه. تمام. طيب شايفة ان في كلام حصل ما بينك وما بينه، والكلام دوت، يعني هو لما قعد فكر فيه لقى ان هو لازم يبقى فيه بداية جديدة في علاقتكم. لازم ان العلاقة ما تنتهيش، ما تبقاش دي نهايتها، لا، لازم يبقى فيها صفحة جديدة، ولازم يبقى فيها بداية جديدة. طيب شايفة ان هو بنسبة كبيرة جدا من اهم حاجة هو بيفكر فيها، ان هو عايز يبقى ليه تواجد في حياتك، او يبقى موجود في حياتك بأي شكل من الاشكال. طيب برضو الشخص ده زي شوية عنده حب تحكم، عايز يحرك كل حاجة زي ما هو عايز، يا بلاش عايز يمشي الامور زي ما هو عايز. يعني عنده شوية حب تحكم. طيب برضو الشخص ده من ضمن الرسائل اللي عايز يبعتها لك، ان هو بيعترف لك في يعني رسالة كده بيعترف لك فيها ان هو كذب عليك في حاجة، والحاجة دي انت ممكن تكون عارفها بنسبة 70%، يعني هو عارف ان انت عارف ان هو كذب عليك. تمام. شايفة كمان ان هو كان طول الوقت بيتعمد ان هو يخليك تنتظره، طول الوقت عايز يعني يخليك تلف حوالين نفسك، طول الوقت عايزك ان انت تدور عليه وهو مش موجود. تمام. لان هو شايف ان انت كده، يعني لما هو يخليك تعمل كل ده، انت بعد الغياب ده وبعد ما تدور عليه لما تلاقيه مش هتفرط فيه، هتتمسك بيه قوي، ومش هتخليه يسيبك، مش هتسيبه قصدي، ومش هتبعد عنه. تمام. يعني ده برضو من ضمن اساليبه اللي هو بيستخدمها في السيطره. تمام. لان قلت لكم الشخص ده عنده حب سيطره، فدي من الاساليب اللي هو بيستخدمها في السيطره على العلاقه، لان هو عايز يسيطر على كل حاجه، وعايزك دايما تجري وراه، عايزك دايما تجري وراه، تبقى ضعيف قدامه. طيب طيب الشخص ده غامض قوي، عنده طاقة غموض قوية جدا، زي ما يكون طول الوقت لابس ماسك، ومش عايز يعني يعرفك حاجات كتيرة جدا، او يعرفك اي حاجة خالص تخص العلاقة. تمام. في حاجات كتيرة جدا عايز يخليها سر، عايز يخليها خطط في دماغه، مش عايزك تعرفها، مش عايز يوصلها لك. تمام. فدي برضو مشكلة. تمام. الشخص ده دماغه مش سهلة خالص، دماغه كبيرة جدا ودماغه قوية جدا، فانت ما تقدرش تعرف هو عايز ايه، او هو بيفكر في ايه، او هو عايز يعمل ايه، او ما يعملش ايه. كل ده انت صعب ان انت توصل له. تمام. آم، شايفة ان برضو الشخص ده ممكن يكون في وقت من الاوقات بعد عنك علشان يلاقي نفسه. تمام. يعني بعد عنك مش عشان كرها فيك، لا، عشان يلاقي نفسه،
لانه هو كان حاسس ان هو مش لاقي نفسه، او حاسس شويه ان اموره مش متظبطه، فابتدى ان هو يقول انا ابعد شويه، اخد بريك عشان اقدر ان انا افكر كويس. طيب الشخص ده كمان عنده مشكله كبيره، زي ما قلت لك ان هو شخص غامض، وكمان عنده مشكله ان هو مش بيعرف ازاي ان هو يبين مشاعره تجاهك وتجاه العلاقه، مش بيعرف ازاي يعني يعمل جو كده من السعاده في العلاقه. تمام. طيب هو جه وقت عليه من الاوقات او لحظه من اللحظات، يعني فكر ان انت ممكن تبعد عنه وتسيبه، علشان كده هو بعد كمان. يعني دي برضو من ضمن الاسباب اللي خلته يبعد، هو شافك ان انت ممكن تكون خلاص استقويت، كبرت دماغك، مش عايزه، فهو بعد علشان يشوف لهفتك عليه لما يرجع لك تاني، او لما يتواجد في حياتك تاني، علشان يشوف احتياجك ليه وحبك ليه وتقديرك ليه. تمام. شايفة ان هو، خلي بالك برضو رغم الكلام اللي انا بقوله ده كله، لكن هو طول الوقت عايز يفتح لك قلبه، لكن مش عارف يعمل ايه، مش عارف يتصرف ازاي، مش عارف يفتح لك قلبه ازاي. مشكلته مش عارف يبقى صادق معاك. تمام، مش عارف يبقى صادق معاك، لان هو شخص زي ما قلت لك شخص يعني غامض جدا. تمام. آم، لان هو ما بينه وما بين نفسه، خلي بالك، عارف يعني هو بيخبي ليه، لان هو عارف ان انت لو عرفت كل حاجة عنه هتبقى المشاكل ما بينك وما بينه كبيرة. تمام. لكن لو انت مش عارف كل حاجة، فهتبقى المشاكل بسيطة سطحية ما فيهاش مشكلة. تمام. يعني هو خايف من صعوبة الموقف، ان انت لو عرفت كل حاجة عنه ان انت تسيبه، ان انت تبعد، فعلشان كده هو بيتعمد ان هو ما يقولش كل حاجة او ما يعرفكش كل حاجة. طيب. طيب على فكرة الشخص ده حساس قوي، وكل ما بيحصل مشكلة ما بينك وما بينه بيخاف ان انت تسيبه وتبعد عنه، فعلشان كده هو زي ما قلت لك بيهرب، بيعمل الخطوة الأولى ان هو بيديلك ظهره وبيبعد، علشان هو مش عايز يخاطر، علشان هو مش عايز العلاقة دي تنتهي، خايف تبعد عنه، خايف ان انت متقربلوش تاني، خايف العلاقة تنتهي. كمان شايفة ان هو طول الوقت بيراقبك، عايز يعرف انت سعيد من غيره ولا لا، مبسوط ولا لا، حياتك ماشية ولا لا. شايفة ان هو عايزك وعايز يبقى معاك. تمام، مش عايز يبعد عنك، وحتى لو بيحاول يعمل حاجات تضايقك فهو بيستفزك علشان يجذبك ليه، او علشان يعني دي خطة من خططه طول الوقت. الشخص ده بيخطط لان هو عايزك تدور عليه، عايزك تجري وراه. تمام، بيخوفك ان هو هيبعد عنك وهيسيبك، عشان طول الوقت تدور وراه وتدور عليه، مش عايزك تبعد عنه. تمام. مش عايز يفقدك ومش عايز يخسر العلاقة دي، لان هو عارف ان انت المصدر الوحيد اللي بيطلعه من اللي هو فيه، انت المصدر الوحيد اللي سعادته، انت المصدر الوحيد اللي بيحسن نفسيته. خلي بالك، هقولك على حاجة، انت اي لحظة مرت في العلاقة دي انت حسست الشخص ده ان هو حاجة مهمة وكنت منبهر قوي بيه، هو كان حبه ليك بيزيد ومشاعره ليك بتزيد، لان الشخص ده بيحب كده، بيحب دايما الاشخاص اللي في حياته تبين له انبهارها، تبين له حبها، مشاعرها. دي كمان من اهم الحاجات اللي ممكن تكون جذبته ليك، ان هو طول الوقت بيشوف الانبهار والانجذاب في عينك. تمام. شايفة كمان ان هو بيراجع نفسه، شايف ان هو في كلام قاله ما بينك وما بينه، يمكن لما نهيتوا العلاقة او لما حصلت مشكلة ما بينك وما بينه، فشايف ان في كلام كتير جدا هو قاله ما كانش لازم يقوله، كان لازم يسيطر على نفسه، ما كانش لازم يقوله. فشايفة ان هو عايز يتأسف لك عن حاجات كتير، عن كلام، عن افعال، عن مواقف حصلت ما بينك وما بينه. دايما هو بعيد عنك، دايما هو يعني بعيد عنك، لكن في نفس الوقت بيفتكر لك حاجات كتيرة جدا جدا حلوة، مشاعر كتيرة جدا حلوة، حاجات بتخلي طول الوقت حبك يكبر في قلبه ومشاعره تكبر في قلبه. تمام. وبتخليه طول الوقت عايز ان هو يرجع لك تاني، وعايز يبقى موجود في حياتك تاني، ومش عايز يتخلى عنك، ومش عايز يتخلى عن العلاقة دي. وانت خلي بالك اديت له درس كبير جدا، انت اديت له درس كبير جدا، وهو اتعلم الدرس ده. تمام. اتعلمه كويس قوي قوي قوي، وطول الوقت هو قاعد ما بينه وما بين نفسه بيفتكر اوقات وذكريات ومشاعر حلوه وذكريات حلوه كانت ما بينك وما بينه. دايما هو
قاعد بيفتكرها وبيتذكرها. تمام. فاهم حاجه احنا عايزين نوصل لها بقى من خلال القراءه دي النهارده، ان انت اديت له درس كبير قوي، ان انت زي ما تكون كده اديت له قلم على وشه فوقته، وهو فعلا فاق وعارف قيمتك وعارف اهميتك وعارف دورك في حياته واهميتك في حياته. طيب حبايبي، دي كانت قراءتنا النهارده، اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو، وباي باي.